رجل جاء إلى بعض العلماء يستفتيه، قال أنا مذهبي حنبلي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أرجو أن يكون جوابي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال له ما هي مسألتك هذا؟ قال كبرت في صلاتي وفي أثناء القراءة حسيت أنه خرج من دبري شيء، حسيته وشميت رائحة كريهة، ثم بعد ذلك أردت أن ألمس وأتيقن، وبعد ذلك لمس وإذا شيء رطب لين لزج، فهل صلاتي صحيحة أو لا؟ قال لقد خريت على جميع المذاهب. اسمعوا آخر سؤال، لم يبقى من الوقت إلا دقيقة واحدة. قال هل يعتبر الذين يرضعون حليب البقر نيدوا هل يعتبر أخوة من الرضاعة ويجري عليهم أحكام الرضاع أخوة من البقر، وتكون البقر هذا أمهم ويكون الثور الذي نزع البلة أبوه، ويكون ثور سعيد ابن بقرة وابن ثور، وستكون البعثة ستكون دخل القات في حوالي سنة 950 المؤرخون الذين أرخوا في بلاد اليمن الأعلى كصنعاء ونمر وغيرها، قالوا أن القات وجد في أيام الإمام شرف الدين في منتصف القرن العاشر، أي قبل 450 عام. أما مؤرخين اليمن الأسفل وهم الذي أرخوا لتعد ونحوها، فبعضهم قد قال أن الشيخ أحمد بن علوان كان يبضع القات، مع أن الشيخ ابن علوان عاش في سنة 660، أي أنه من علماء منتصف القرن السابع، وأيضا القرن السابع من القرن العاشر. وهل وجد القات رأسا أو لا جاء من الحبشة؟ اختلف المؤرخون، منهم من قال انتقل من الحبشة ومن قال أنه وجد. وأول من خزن هو التيس، أول من خزن هو التيس. كان الراعي يبصر التيس هذا وهو مخندن، استنكر وإذا هو بيرتعي من شجرة القات، فأخذ منه واستعمله وإنه مخندن هو الآخر جنب التيس. على القراية حتى لا كتب ولا مدارس ولا جامعات، من مسجد لا مسجد، مشاني خريج جامعة، أنا خريج جامع وليس الذكر كالأنثى. ما شاء الله. فرق ما بين لا معي ماجستير ولا معي دكتوراه ولا معي شيء، ولا معي شيء. واحنا ندرس في البيت الماجستير. كتب القرار هاي قري في الجامعة من درجة دكتور. تدري به؟ ايوه. سووا هكذا. للحين. إيه قبل أسبوع توقعت فيه. يدوروا بس. احتجت هذا احتجت الجامعة تحتج على مجلس الأمة والبرلمان الذي قال هكذا، وفعلوا مرفوع وأنا وقعت فيه. أنا وقعت فيه. ما ممكن يشكو، لكن لا قدر هذا مع الشاقريش ما دام ولا أنا مش هني دكتور، ما ظهرهمش القبائل البلد حتى هذا. أكثر الدكاترة وقريوا عندي، ومنهم الدكتور عبد الوهاب وقري عندي، والدكاترة هذا أكثرهم الذي خريجين أكثرهم قريوا عندي. بعضهم قري في جامعة الصنعاء عندي، وبعضهم في المسجد، وبعضهم في هذا العاري والقضاء، ولا عقلوا، لكن مش هني دكتور. إذن أقول لكم غدوة تحروهم يجوا، وإن القرار ذي الساري المبعوث سلوا لكم دكتور. هل يصلى على الجنازة ويسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ هذا لا بأس به، وإن كان شفاها وكتبنا على التحريم، لكنه سؤال صميم. وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمه واحدة، وهذا ذهب إليه أحمد بن حنبل، وهو الذي يعمل به إمام الحرم في مكة وفي المدينة. وذهب وجاءت بعض الأحاديث
إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 2. نحن نعمل بالزايد فنكبر تكبيرتين. وقد صليت بري في الحرم وسلم الإمام بري وأنا سلمت 2. فجاء شاب زقم بتلابيبي وقال لي أنت ما تستطيعش يا حاج تصلي سوا، صلي هذا تسلم غير تسليمي واحد فقط. قلت أنا بالطبيعة أنني أسلم تسليمتين. قال لا بسدس على العالم، وأراد أن يسحبني ويسحبني إلى عند العالم. قلت أنا العالم مذهب وأنا بالطبيعة كذا لابد أنني أخذك عند العالم. قلت لا يتصور أن أصل إلى العالم لأن عمله مذهب الثاني والثاني. أخيرا قلت له ما شرطمش أنا عالم ابن عالم والعالم حقك هذه كان أيام ما قدوش عالم عندنا غير قريته واشتريته كتب ولا بحنا باسمه. أخيرا بعد هذا قلت لا رحم الله القراية العورة. قال كيف القراية العورة؟ قلنا حديث واحد ومذهب واحد، ويتصور لكم أن الثاني كلهم غالطين، وأنا أشتي قراية بمنظار هكذا وهكذا وهكذا. تعرفوا ما عند الناس من مذاهب ومن أقوال ومن أحاديث